الجاثوم شلل النوم بين العلم والأسطورة. تعريف الجاثوم: الجاثوم أو شلل النوم هو حالة تحدث أثناء النوم أو عند الاستيقاظ، يشعر فيها الشخص بعدم القدرة على الحركة أو الكلام، ورغم أنه يكون واعياً إلا أنه يشعر وكأن جسده مشلول تماماً. وغالباً ما تصاحب هذه الحالة رؤى أو أصوات مخيفة. أولاً، الأسباب العلمية للجاثوم. الجاثوم يحدث نتيجة اضطراب في مرحلة النوم العميق المعروفة بمرحلة حركة العين السريعة. في هذه المرحلة يكون الجسم في حالة شلل طبيعي لمنع الشخص من تنفيذ أحلامه. عندما يستيقظ العقل ويبقى الجسم في هذه الحالة، تحدث الظاهرة المعروفة بالجاثوم. ثانياً، دور التوتر والقلق. التوتر والقلق النفسي من أهم العوامل التي تزيد من احتمالية حدوث الجاثوم. الإجهاد يؤثر على نوعية النوم ويجعل الشخص أكثر عرضة لهذه الحالة، لذلك الاسترخاء قبل النوم يعد خطوة مهمة للوقاية منها. ثالثاً، تأثير النوم غير المنتظم. الحرمان من النوم أو اضطرابه يعد سبباً شائعاً للجاثوم. النوم لفترات قصيرة أو غير منتظمة يضعف دورة النوم الطبيعية، مما يزيد من احتمالية حدوثه. تحسين روتين النوم يساهم بشكل كبير في تقليل هذه الظاهرة. رابعاً، وضعية النوم. النوم على الظهر يعد من العوامل التي تساهم في حدوث الجاثوم. هذه الوضعية قد تسبب ضغطاً على الجهاز التنفسي، مما يجعل الشخص أكثر عرضة للإحساس بالاختناق أثناء الجاثوم. النوم على الجانبين قد يكون حلاً بسيطاً لتجنب هذه الحالة. خامساً، الأعراض الشائعة. أكثر الأعراض شيوعاً هي الشعور بالاختناق أو الضغط على الصدر. كذلك قد يشعر الشخص بوجود كائن غريب أو يسمع أصواتاً غير واقعية. ورغم أن الأعراض تبدو مرعبة، إلا أنها غير مؤذية جسدياً وتزول سريعاً. سادساً، كيفية التعامل مع الجاثوم. للتعامل مع الجاثوم يجب تحسين جودة النوم من خلال الالتزام بمواعيد نوم منتظمة. تقنيات الاسترخاء مثل التأمل والتنفس العميق تساعد في تخفيف التوتر قبل النوم. إذا كانت الحالة متكررة، ينصح بزيارة مختص للحصول على الدعم والعلاج المناسب. إذا أعجبك الفيديو، لا تنس دعمنا بإعجاب ومشاركة الفيديو مع أصدقائك. شكراً لدعمك الكريم.